سناك في 10 دقايق سهل وسريع وهيسد معاكي. هنحتاج ورق فويل وفوقيه ورق زبدة و10 فصوص توم ومعلقتين زيت زيتون، ونلف ورق الزبدة والفويل على التوم بالشكل ده، ونحطها في صينية على فرن حرارته 170 لمدة 10 دقايق ونتابعه. في بولة هنحط ربع كوباية من الزبدة وننزل عليها بفصوص التوم بعد ما طلعت من الفرن ونهرسها مع الزبدة كويس، وننزل عليهم بمعلقة كبيرة من البقدونس ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة بابريكا ومعلقة ملح، ونقلب كله مع بعض ونرش معلقة كبيرة من الزعتر بيديها طعم تاني خالص، وكمان قطعتين من الجبنة المربعات ونقطعها قطع صغيرة ونقلبها كويس مع الخليط، وننزل عليها بشوية حلوين كده من الموتزاريلا والرومي المبشورة. هنجيب العيش بتاعنا وكل ما كان كبير هيبقى أسهل معاكي في التوزيع. هنقسمه نصين بالطول وننزل على كل نص بخليط من التوم ونفرده كويس على العيش. هنرش على الوش شوية موتزاريلا كمان وندخله الفرن. هنشغل الشواية اللي فوق بس لمدة 10 دقايق. طالع شكله تحفة وريحته فظيعة. نزود كمان رشة شبت وبقدونس على الوش لزوم الدلع. لو جعانة وسقعانة ومحتاجة تعملي سناك سريع ما ياخدش وقت، فالجارليك توست من احلى واسرع السناكس اللي ممكن تعمليها، وبجد مش هتشبعي من حلاوته، هتاخدي الصينية كلها ليكي زي كده.